هذه الثورة الثانية هي ثورة من أجل الشعب، هي ثورة من أجل كل فرد من أبناء هذه الأمة، هي ثورة من أجل الكفاية والعدل، هي ثورة من أجل العدالة الاجتماعية، هي ثورة من أجل إذابة الفوارق بين الطبقات. وأنا أقول إذابة الفوارق بين الطبقات. وأنا أعني بهذا أننا نهدف ونحن نسير في ثورتنا أن نكون المجتمع الجديد الذي نريد، المجتمع اللي كل واحد مننا عايزه، المجتمع اللي كل واحد مننا يريد لنفسه ويريد لأبنائه، المجتمع الذي ترفرف عليه الرفاهية، مجتمع بلا طبقات، لا ديكتاتورية لرأس المال، لا ديكتاتورية للإقطاع، لا استغلال، لا احتكار، ولكن عدالة اجتماعية ومساواة، لكل فرد الفرصة، لكل فرد على قدر ما يعمل، لا استغلال للإنسان بأي حال من الأحوال. إننا حينما نقول إننا نريد أن نذيب الفوارق بين الطبقات، إنما نعني أننا بهذا ننهي استغلال الإنسان للإنسان، الإنسان الذي يعبر عن هذا الوطن. حرية الإنسان هي حرية الوطن. كيف نتكلم عن الحرية؟ كيف نقول أن هناك حرية وأن هناك ديمقراطية والفرد لا يشعر بالحرية، والفرد يقاسي من الاستغلال؟ ديمقراطية سياسية وديمقراطية اجتماعية، والمساواة مساواة حقيقية، مساواة حقيقية، مساواة سياسية ومساواة اجتماعية. إننا حينما نقول هذا إنما نقوله ونحن نعني أن السبيل، ونحن نؤمن أن السبيل هو إذابة الفوارق بين الطبقات. لا طبقات، لا إقطاع، لا سلطة للإقطاعية على الإنسان أو على العامل الفلاح أبدا، لا إقطاع بل قضاء على الإقطاع، لا استغلال لرأس المال بل قضاء على استغلال رأس المال، لا احتكار بل قضاء على الاحتكار، لا استغلال اقتصادي ولا استغلال اجتماعي بل عدالة اجتماعية ومساواة. ده سبيلنا إلى بناء المجتمع الذي نريد، ده سبيلنا إلى الحرية الحقيقية والديمقراطية الحقيقية، ده سبيلنا إلى المساواة. أما النهاردة كل واحد لازم تكون له فرصة بين